ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم فيديو جديد وروتين جديد. الروتين بتاع النهارده تشجيعي جدا، هنعمل فيه حاجات كتير في المطبخ وكمان في اوضه الاطفال، وفي حاجات كتير قوي عايزه اقول لكم عليها. لو اول مره بتشوفوا قناتي اشتركوا فيها وفعلوا زر الجرس عشان كل ما اعمل فيديو جديد يوصلكم اشعار بيه. ويلا نبتدي الفيديو بتاعنا. وحشتوني يا بنات، بقالي كتير جدا ما صورتش فيديوهات. اخر فيديو نزلته كان الفيديو بتاع روتين يوم الوقفة. من بعدها محمد تعب تاني يوم العيد، جاتله شبه نزلة معوية، طبعا التطعيمات بتاعت النزلة، بس هو تعب شوية. دخلنا بقى في كسل ما بعد العيد اللي بياخد له اسبوعين 3 في وشه دوت. بس اخيرا اهو فقت خلاص من الغيبوبة ديت، وصورت معاكم فيديو كله حيوية بقى ونشاط كده وهيعجبكم. اول حاجة حضرت كوباية نسكافيه، وتعالوا نشوف الفيديو بتاعنا النهاردة هنعمل فيه ايه. اول حاجة دوت المغناطيس بتاع التلاجة، في اشكال كتيرة جدا، في اشكال مكتوب عليها سواء بقى امثال شعبية، سواء حاجات كده عبارات كده تدعو للتفاؤل. في اشكال كتيرة جدا، منهم الشكل اللي هو مكتوب عليه عين الحسود فيها عود، هو يعني كاتب عين الحسود والعود مرسوم. في اشكال كتيرة جدا، وبصوا رخيصة مش غالية خالص، تقريبا الكيس ب7.5. وفي ممكن تختاروا انتوا اشكال، يعني مش كيس مثلا في عدد معين، لا، ممكن ان انتوا تختاروا برضو اشكال وتنسقوا طبعا انتوا الاشكال اللي تختاروها. جيت لمعت بقى كده التلاجة، هي من جوه نظيفة، لمعتها بس كده من بره، وشلت اشكال المغناطيس اللي هي بتاعت رمضان كانت لسه على التلاجة، ما كنتش لسه شلتها، وابتديت بقى ارص الحاجات بالشكل ده. طبعا بتدي شكل حلو جدا للتلاجة، احلى من الاشكال التقليدية اللي هي شكل الفواكه بقى والموز والعنب والحاجات التقليدية اللي احنا عارفينها دي. الزرع اللي انا حطيته دوت برضو اشكال مغناطيسية للتلاجة، الشكل تقريبا ب10 جنيه. تعالوا بقى ننضف كده الرخامة مع بعض. طبعا الرخامة ديت جديدة، انا لسه عاملاها جديدة. يعني المطبخ هصور لكم شكل المطبخ في فيديو تاني، بقى عبارة عن رخامتين غير الرخامة بتاعة الحوض. يعني الرخامة الأساسية اللي هي بتاعة المطبخ نفسه موجودة معايا. ديت بقى كانت عندي، طبعا انتوا عارفين ان انا نقلة من شقة لشقة، فالتقفيلة بتاعة تحت الحوض مركبتش مع الحوض الجديد، كانت دي اكبر واقصر. فطبعا عملت له ستاره، وقلت التقفيله ديت بقى استغلها في ايه، فعملت لها بقى كده رخامه، والتقفيله زي ما هي من تحت، طبعا بقى تشيل منظفات، تشيل حاجات كتير. هصور لكم طبعا في فيديو تاني المطبخ بقى بالتفصيل. حطيت صابون كده وابتديت ادعك بقى كده الرخامه. طبعا هي بتنضف بسرعه. تلميع الرخامه ليها حاجات معينه المفروض ان احنا نستخدمها، ما تقفروش في المواد الكيميائيه، خصوصا مع الرخام الجلاكسي او الرخام الجرانيت برضو، لان مش كل المواد الكيميائيه تنفع معي. انا استخدمت صابون بس ودعكتها بالشكل ده، وابتديت بقى بالمساحه اللي هي بتاعت ايكيا ديت، لميت الصابون وباي حته بقى مبلوله، وبتبتدوا برضو ان انتوا تلمعوا لحد ما الصابون يختفي خالص معاكم. في ناس بشوفهم بيلمعوها بزيت، وطبعا بتاع الرخام قال لي لما تعوزي تخليها تلمع قوي، نقطة زيت كده مع منديل بقى من اللي هي المناديل بتاعة المطبخ، او اي فوطة قديمة ما انتوش عايزينها، وتبتدي تلمعوها. في بيستخدموا الزيت العادي اللي هو بتاع الاكل، في اللي هو زيت جونسون، بس انا حابة شكلها كده، شكلها بيلمع وشكلها حلو، وانا مش حابة خالص ان يكون عليها الملمس اللي هو بتاع الزيت. ابتديت بقى ارص كل حاجة كده. الأذكار بتاعت الصباح ديت انا طبعاها ولزقاها على كرتونة. كنت بوريكم افكار ان انتوا ممكن تطبعوها وتلزقوها كده على الحيطة، بس انا عايزة مكانها ما يكونش ثابت، لان ساعات اذكار الصباح او المساء بحب ان انا اقولها، بكون بغسل مواعين، بكون بعمل اكل، فاللي هي تبقى قدامي مكان ما انا موافقة بقى ايه اشيلها واحطها قدامي كده. طبعا الفكرة دي بتسهل علينا جدا ان احنا نقول الاذكار بتاعت الصباح والمساء في الوقتين دولت، يعني خصوصا اذكار المساء اللي هي ساعة المغرب بتبقى قبل المغرب ب10 دقايق او بربع ساعة، في ناس بيقولوها من بعد العصر. المهم ان انتي تقوليها قبل المغرب، بتبقي في الوقت ده واقفة في المطبخ، فطبعا نطبعوها هتفرق معاكم جدا وهتساعدكم ان انتوا تقولوا الاذكار.
جيت بقى على اوضه الاطفال. بصوا عايزه تتنضف كده تنظيفه عميقه. شلت القطقم وشلت السجاد وشلت المراتب وكنست كويس تحت المراتب، عشان طبعا الاوضه ديت انا هنقلها في الاوضه التانية. انتوا عارفين الشقه 3 اوض، في اوضه انا قافلاها مش حاطه فيها اي حاجه، فالاوضه ديت هنقل فيها الاطفال. والاوضه اللي احنا فيها دلوقتي ديت هحط فيها الركنه اللي هي في الريسبشن بره. الركنه كبيره طبعا ومعاها كرسيين، والريسبشن مع السفرة هحط انتريه جديد. فطبعا انا نضفت بقى، قلت الناس هيجوا يفكوا الأوضة فما ينفعش خالص يبقى تحت السراير مش نضيف. فشلت المراتب ونضفت ومسحت عشان لما الأوضة تتنقل تبقى الأوضة دي كده تعتبر نضيفة، عايزة تتكنس بس الركنة تدخل فيها برضو على طول. وغيرت برضو طقم السراير، لبست الطقم دوت بصوا بحبه جدا، ألوانه كده تحفة. كان بقالي كتير قوي ما فرشتش الطقم ده. طبعا لما حاجة بتتوه عننا كده ونقعد فترة ما نفرشهاش ونيجي نفرشها نحس ان في تغيير في المكان. طبعا تسألوني وتقولي ليه هنقل الأوضة ديت في الأوضة التانية؟ طب ما على طول احط الركنة في الأوضة التانية والانتريه يجي في الصالة. بصوا الأوضة دي مساحتها كبيرة، غير ان هي الأوضة اصلا اللي فيها البلكونة. فطبعا يعني من اتيكيت التنظيم بتاع الشقة، لو الشقة عندك فيها بلكونة واحدة يبقى الأوضة بتاعت البلكونة دي ما ينفعش تعمليها نوم، وما ينفعش ان انت تعمليها أطفال، لأن وارد اما يجيلك ضيوف ان هم يحبوا يدخلوا مثلا أوضة البلكونة أو يقفوا في البلكونة، فمينفعش خالص ان الأوضة تتعمل نوم أو أطفال. المفروض ان انتوا تعملوها اوضه معيشه، لان وارد ان الناس تدخلها، لكن اوض النوم واوض الاطفال ما ينفعش اصلا ان حد يدخل فيهم. فطبعا برضو الأوضة مساحتها كبيرة، التانية تاخد الركنة وتاخد الأطفال، بس هي الفكرة ان هي أوضة البلكونة. طب نفترض ان انا حطيت الركنة في الأوضة التانية وجالنا مثلا ضيوف وعايزين نقعد في البلكونة، انتوا عارفين ان انا مهتمية بالبلكونة شويتين، نعدي على الأطفال وطبعا بقى العيال يبهدلوا السراير؟ لا طبعا ما ينفعش. فهو من الأول ايه، كان المفروض ان انا احط الاوضه ديت في الاوضه التانية، بس انا طبعا حبيت ان احنا نقعد فيها لان كنا قاعدين اكتر قعدتنا في الاوضه ديت. بس لما خلاص بقى هعمل الانتريه قلت ارجع بقى كل حاجه ايه للنظام اللي المفروض كانت تبقى عليه اصلا من الاول. فرشت بقى قطم السراير وحطيت بقى المفارش الخضرا دي بتاعت الركنه القديمه، بتدي شكل حلو للسراير. تقدروا ان انتوا تفصلوا نفس المقاس دوت 3 ألوان أساسية، اللي هو مثلا الرصاصي، الأزرق، البيج أو البني، أي 3 أو 4 ألوان أساسية هيمشوا مع كل الأطقم اللي انتوا تفرشوها. طبعا هنا العيال كانوا عمالين بيلعبوا، بصوا مجننيني. المهم لمعت برضو كده الكومود بالملمع اللي هو بتاع الخشب، الستانلس دوت أقل بصمة ايد بتبان فيه. اي حاجة طبعا فاتحة، الخشب الابيض اقل حاجة بتبان فيه. فلمعته كده، واصلا كده كده الاوضه هتتلمع وتتظبط تاني لما تتنقل. انا لمعتها ونضفتها تنظيفه كده ايه تمشي الدنيا. وكان في طبعا بقى غسيل لميته وغسيل تاني بيتنشر. ده كان الروتين بتاع النهارده، يا رب يكون عجبكم. انتظروني بقى في الفيديو الجاي هننضف فيه الاوضه مع بعض ونشوف بقية التفاصيل.